السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. الفيديو البنات غادي نهضر لكم على مكمل من مكملات دي اكس ان. بزاف تاع البنات كيتسناو لي فيديو ديال دي اكس ان بحكم التجربه ديال بزاف ديال الناس عليهم وعطاتهم نتائج اللي مزيانه، فبزاف كيبغيو يعرفوا تجربتي حتى انا عليهم. واليوم بغيت نهضر لكم على واحد النوع ديال الفطر، هو فطر عرف الاسد، اللي هو هذا البنات اللي عنده واحد الشهره واسعه على دي اكس ان، زعما من ماركه دي اكس ان اللي هي كدير منتجات ديال المكملات الغذائيه. هذا الفيديو غادي يكون قصير، غادي يكون غير للفائده. علاش؟ خصوصا البنات اللي عندهم الغده، ولكن هو عنده بزاف ديال المنافع. باش نقول لكم التجربه ديالي ونقول لكم علاش لايق. اول حاجه البنات، عرف الاسد البنات هو واحد الغذاء اللي القيمه ديالو عاليه، وهو معروف بزاف في الصين، معروف في البلدان الاسيويه اللي كيستعملوا العلاجات الطبيعيه بحال هكا، حيت فيه بزاف ديال الاحماض والمعادن اللي مهمه للجسم. فهمتوا؟ الغذاء اللي عندها علاقه بالتغذيه عنده واحد الاهميه بالنسبه للجهاز الهضمي والعصبي، ودابا غادي ندخل معكم التفاصيل. بالنسبه للبنات اللي عندهم نشاط الغده الدرقيه، غادي يلاحظوا ان الرعده كتمشي منهم، هذيك الرعده اللي كتشدنا، الرعده اللي كتكون في يديكم كتحسوا بها في الجسم ديالكم. البنات ديال الغده اللي عندهم نشاط الغده الدرقيه، انا كنعاود، نشاط الغده الدرقيه يعني عندهم الغده الدرقيه نشيطه. هادوك الناس غادي يعرفوا ديك المعاناه ديال فاش كتشدك الرعده وكتحس ان الجسم ديالك بحال كيخوى من الطاقه. هذا كيحيد لك ديك الرعشه، لانه اصلا هو حتى ديال دوك الناس مساكن اللي كيكونوا مرضى وعندهم داك الرعاش وهذا دوك الامراض اللي كيكونوا كيبقى يترعد دائما، فكيعاونهم انهم يتعالجوا. وبما ان مرضى الغده الدرقيه كيكون عندهم مشكل ديال الاكتئاب، واغلبيه ما كيكونوش عارفين السبب. الناس اللي كيكونوا كيحسوا براسهم ماشي هما هادوك نفسهم يردوا البال شويه للنفسيه ديالهم، لانه كيقدر يكون الاكتئاب. البنات ستريس راه كتحسوا انكم ديما تبعكم شي حاجه ديروها، سيرتو الناس راه كنهضر على ديال الغده الدرقيه حيت كيكون كيأثر لهم على النفسيه بزاف. هادشي علاش كنذكرهم، اما هو راه عنده فوائد لكل شيء، حتى الناس اللي ما عندهمش مشكله الغده الدرقيه، حيت هو مزيان للشوف، هو منشط للذاكره، راه كيعطوه حتى للدراري الصغار. بحال المشاكل ديال العظام كياخذوه الناس ليهم. مزيان البنات حتى الجهاز المناعي، المناعه، ومزيان المعده، المصران، بزاف ديال الحوايج. المهم الجهاز الهضمي كامل، الجهاز المناعي، الجهاز العصبي، عنده بزاف ديال الفوائد البنات. بالنسبه للغده، لاني انا استعملوا الغده، لقيت عليه صراحه راحه من هذه القضيه ديال الارتعاش، الرعشه اللي كتجي، ديك الرعده اللي كنقولوا لها حنايا. كنتمنى صديقاتي اللي متابعيني على قبل، اللي مرضى غده الدرقيه، يقولوا لي شنو رايهم الا كانوا متبعين لاغام ديال دي اكس ان، واش كانوا عندنا نفس زعما النتائج، باش نشوف ولا لقاو حلول اخرى باش حتى انا نستفد منكم البنات. فوالا، كان هذا هو الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. ان شاء الله نشوفكم في فيديو واحد اخر.